السلام عليكم ومرحبا بكم. انا دابا وصلت للمغرب عن طريق شركه ايرو كايرو، وان شاء الله غادي نقول لكم كيفاش دازت الرحله وشنو هي الايجابيات وشنو هي السلبيات في هذه الشركه. خليكم معايا، ما تمشيوش بعيد. من أجل سلامتكم يرفقكم. هذه هي الوجبه ديال الطياره ديال ايرو كايرو. هذه هي الوجبه ديال ايرو كايرو. السلام عليكم. دابا يلاه وصلت للمطار وعملت الاجراءات ديالي وختمت الجواز ديال السفر، ودابا راني في المطار. بغيت نقول لكم الايجابيات ديال هاد الطائره والسلبيات. الايجابيات ديالها اول حاجه انها رخيصه بزاف، اللي يبغي يسافر فهذه هي الفرصه الوحيده، وكنظن الشركه لا استمرت راه غادي تبقى القضيه زوينه ومزيانه. فهمت؟ فهي رخيصه بالنسبه للطائره من داخل. بالنسبه يعني الاجراءات وداك الشيء والمعامله، المعامله ديالهم رائعه جدا ومحترمين، والوقت يعني ما تاخروش ووصلنا في الوقت، وداك الشيء كان زوين. بالنسبه للطائره كتعتمد على النظام الاقتصادي، يعني ما فيهاش داك الشيء ديال الفي اي بي والدرجه الاولى والدرجه. كاين النظام الاقتصادي، كتلقى الطياره فيها كل شيء بحال بحال، يعني من اول راكب حتى لاخر راكب. هي كتعتمد على هذا النظام هذا. بالنسبه للاكل، كيعطيك واحد الوجبه خفيفه سواء كنت في العشاء ولا في الفطور، ومن بعد اي حاجه كتبغيها في الطياره كتشريها منهم. يا اما كتدفع بالجنيه المصري، واما بتدفع بالدولار او اليورو. هذه من الحاجات الزوينه فيها، حتى هي حيت رخيصه، فما كتعطيكش كل شيء بالمجان بحال الطائرات الاخرين. اما بالنسبه للكراسه هذاك الشيء واسع عادي بحال اي طائره، غير هي الميزه اللي فيها ما فيهاش هذيك الدرجه الاقتصاديه، الدرجه الاولى والدرجه الفي اي بي وداك الشيء. اما الطائره زوينه، فاللي بغى يسافر يعني فرصه رائعه. وكنشكروا الشركه ديال ايرو كايرو اللي عطات فرصه بزاف ديال المغاربه كانوا ما غاديينش يسافروا وسافروا عن طريق هذه الطائره، لانها رخيصه بزاف. يعني مثلا كتلقى الخطوط الملكيه تقريبا 13000 جنيه، 13000 جنيه، بينما هي 1500 جنيه، وتقريبا نفس الشيء. واحد الفرق بسيط، يعني غير كاين شي واحد الفرق، غير داك الاكل وداك الشيء، المشروبات كتخلص عليهم وصافي. ولا بغيتي تجيب الاكل ديالك ماشي مشكل. والوزن، حتى الوزن كيحددوا لك واحد الوزن معين، مثلا تجيب غير 30 كيلو معاك، 30 كيلو ديال الوزن فقط، و7 كيلو على ظهرك، ولا زدتي اي حاجه كتخلص عليها 60 جنيه. كنتمنى تكون فادتكم هذه المعلومه، ونتلاقاو في فيديو اخر، ومرحبا بكم في المغرب.